إذا ما ماضي عليه 6 ساعات أعيد الحياة. عبالي فلت 6 دقيقة. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عليك. والله يا عود أقول شنو احنا عشتنا عليه؟ زين وانا قوة من شافتك كان كشمش مال دولمه دقت دقت ما أدري أخوي علي على شنو. دكتور احنا مشتغلين سوا يعني. اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي العراقيه الفضائيه وحلقه خاصه وجديده من برنامج واحة المبدعين. رمضان كريم عليكم، يعود بالخير والمحبه والانسانيه والسلام. اليوم ضيوفي شيء ما يشبه شيء، مبدع في مجال الطب ومبدع في مجال الفن والطرب الراقي. اكيد ارحب بضيفي نجم ذا فويس، هذا الفتى الجميل، هذا الرائع حبيبي. الشاب المطرب ستار سعد. اهلا وسهلا بك، رمضان كريم. حبيبي اكيد انطلع على جمهورنا من خلال قناه العراقيه، وجدا سعيد انا بوجودي بهذا اللقاء، وان شاء الله يكون لقاء ممتع وتشرفنا بحضورك وبحضور الدكتور اكيد. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك. ارحب بضيفي المبدع في مجاله الدكتور رامز الرامزي. اهلا وسهلا بك، رمضان كريم عليك. مرحبا مرحبا. دكتور تحب تقول شيء للجمهور وتعيدهم بمناسبه رمضان؟ أقول مرحبا مرحبا، رمضان مبارك. رمضان جميل ورمضان حلو بوجودكم ان شاء الله. يا رب هذه الحلقه تكون مميزه وبوجود هكذا شخصيات مهمه من بلدنا الحبيب العراق. شلونك ستار؟ والله تمام، انت شنو أخبارك؟ اخبارك حبيبي؟ الله يسلمك. اول شيء انا مشتاق لك هواي وجمهورك مشتاق لك حبيبي. هواي، وانا شكراً. بصراحه اعتب عليك اقول لك شو مقل باعمالك. لا بالعكس، انا متواصل يعني بالاغاني الاوديوات اللي تنزل، بس كليبات يعني شويه تاخرت بسبب صارت يعني مشاكل ويا الشركه، والحمد لله والشكر خلصت يعني منها. مشاكل. وان شاء الله انا يعني اللي راح اهتم باعمالي وانتاجاتي. والله هي افضل شيء أفضل تهتم. إنه- انت شلونك بالصرف؟ انت بخيل لو كريم؟ لا الحمد لله. انا ندري بيك انت كريم حبيبي في بحكم علاقتي بك، بس المشاهد العراقي هو كريم بفنه وباخلاقه يسلمك حبيبي. وبجيبه. احنا منورنا انت اكيد حبيبي. ارجع وارحب بضيفي الكريم الاستاذ الدكتور رامز. اهلا وسهلا بك دكتور. في ظل انت عايش باوروبا، مبدعين كثار هناك ومنفتحين على التطور العالمي، شلون قدرت تتميز بهذا المجال؟ هو في تقدم طب هناك اكيد يعني هذا مو معلومه أنا جديده. آسف شوي خذ راحتك خذ راحتك دكتور. تقدم في يعني بحوث طبية، بحوث علمية. أنا توصلت إلى حالة جديدة، وهي الميت إذا مات وراء 6 ساعات رجعة. اقطع اسف دكتور، يعني قصدك يعني مثلا يغمى عليه؟ ضحكون اذن دكتور اسف. انا اكو شغله بيني وبين استاذ ستار دائما نضحك موضوع، فاسف ان عكست عليك دكتور. وينها؟ ما اعرف انا على شنو. دكتور احنا مشتغلين سوا يعني بالمسرح، هسه راح نطرق هذا الموضوع. مقدم ويا لا هذا فنان، هذا فنان شاب كبير ومبدع في العراق. اكيد انت يعني هو هذا اصلا ما طلع على مستوى العراق، لا على مستوى التلفزيونات العربيه ايضا، لانه اشترك ببرنامج ذا فويس وكان مبدع وحصل على الجائزه الاولى. اي اسف دكتور، بس نريد يعني توضح لنا هذا الموضوع اللي تفضلت به حبيبي. اوكي اسف حضرتك اسف. لا المخرج ده يشاقه وياي، المخرج ده يشاقه. اوكي استاذ، اوكي نرجع للجو ويوضح لنا الطريقه. رجعنا وياكم اعزائي مشاهدي العراقيه الفضائيه وبرنامج واحة المبدعين مع المبدع الراقي المحترم الاستاذ الدكتور رامز. قبل الفاصل اخذنا قلت اني عندي ابداع بتخصص ما، اللي التخصص هذا بصراحه اني حتى ما اخفيك سر ولا اخفي الجمهور سر، اني بصراحه ما اقتنعت. بما انه اني ما اقتنعت اريدك تقنعني وتقنع الجمهور. ايش قلت دكتور؟ في حال ميت يكون طبيعي يعني سكته قلبيه. أنا 6 ساعات اذا مات رجعه
وده 6 ساعات ونص. ما يرجع. 6 ساعات ليش هاي 6 ساعات يعني؟ حسابات هذه طبيه. يعني ما نقدر احنا نعرفها؟ حضرتك شنو انت شهاده عندك؟ انا عندي بكالوريوس فنون جميله. اكبر منك هذه. النوب. النوب شنو؟ بكالوريوس لا النوب. لا دكتور. انت تقصد يعني الانسان اذا توفى يا توفى. يعني شو تسوي له؟ انسان اذا توفى توفى 6 ساعات يرجع. تحكي انجليزي؟ انا؟ اي يعني اكيد. زين احكي بالانجليزي، اذا عربيتك مكسره خلينا نفتهم بالانجليزي. والمشاهد العراقي. نو بروبلم. اطلع له سب تايتل الحلقه ما تخلص. ما اخاف غير انت عندك مشكله تحكي عربي وانا؟ انا احكي عربي عراقي. تحكي عربي بس أنت عراقي؟ شنو مشكله؟ ها؟ انت عراقي حضرتك؟ اي طبعا. زين ليش يعني هيك 28 سنه طالع. ما جيت للعراق الا بعد 28 سنه؟ جيت اليوم يعني صار لي اسبوع. ها يعني هاي اول جايه بعد 28. انت قصدك اروح وجي عمليات. اول سفره لك كانت خارج العراق قبل 28 سنه، ايش قد بقيت؟ مولود هناك. ها انولدت وجيت للعراق ورجعت. أيه. انت ابوك وامك عراقيين؟ شنو؟ يعني ابوك وامك عراقيين، اب وام؟ والدي عراقي. امي مصريه. امه مصريه. هسه لو يحكي مصري هم احسن. يعني احنا المصريين باعتبار نشوف افلامهم هواي فنعرف للمصري. المهم نرجع للجو. اعرف شويه مصري. السيك. ازيك؟ انا ايش اقول لك يعني ايش اجاوبك واعرف عن المصري؟ قول لي شلونك انت؟ احنا العراقيين نقول شلونك انت وانت عراقي من عندنا وبينا ها؟ الدكتور يعني عفوا اقاطعك بس اقاطعك شنو؟ اقاطعك. نعم. يعني مثلا الانسان من يموت يعني بعد خلينا نرجع بهذا السؤال للجو. يعني ميت يعني ما بس نرجع. اخاف يمكن اكو يعني هو شيء هو نبض على مود يبرر هذا الموضوع، على مود يبرر هذا الموضوع. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين وحلقه مميزه ومحتدمه بين الفنان ستار سعد والدكتور رامز الرامزي، واحد المبدعين. تفضل وجه له السؤال. لا انت يعني لا انت وجه له، ماكو مش احنا لمة حبايب. اي اكيد. هو عن الموضوع اللي يعني تفضل به. الانسان من يعني يتوفى، يعني انت قصدك من تحييه يعني، وهذا الامر بيد رب العالمين اكيد. يعني لكن الطب تقدم اكيد. انا قلت وفاه طبيعيه. يعني ماكو نبض ماكو. لا مو هذا قصدي. انا قصدي انا اقول انه وفاه طبيعيه، يعني مو حادث، مو طلقه ولا مو مؤثر خارجي. مو مؤثر خارجي. يعني نقدر نقول روحه يعني بعدها نروح به انه غيبوبه 6 ساعات. هذا سر طبي. سر يعني هو مو غيبوبه ولا له علاقه. ميت حلو ماشيين شهاده وفاه. انا ارجع 6 ساعات. يعني دكتور مشخص قايل هذا ميت. انت تجي ترجع. نسبه 85% رجعه. 85% رجعه. زين خوش نسبه. انا في تطور جديد. اي انسان ما عنده نظر امشيه على البلوتوث. اي انسان. وين عيادتك بالربيعي؟ لا انا عيادتي بالكراده. وين بالكراده؟ عياده كراده خريته. رخيته غير المفروض؟ هناك. والله ما ادري شو اقول لك دكتور عندك ابداع في مجال ثاني هسه تقول ارجع الميت، وهذا بصراحه انا ما اقتنعت. انت اقتنعت؟ لا اكيد لا. حتى نرجع للجو لانه هسه احنا زين ممكن تبرهن لنا هذا الموضوع يعني انت شلون؟ يعني ابرهن شلون؟ يعني كل واحد من الشباب. لا يعني انه تشرح لنا القصه انه شلون يصير. اذا شرحت القصه بعد تصير دكتور انت. ما اعرف انا شنو سبب ضحككم. زين دكتور انت هناك منو مدلك ايد العون او التزمك هناك باوروبا؟ مدلك ايد العون شنو؟ يعني منو هناك التزمك؟ رحب بيك؟ انت متزوج ما متزوج؟ التزمني مره شرطي، مره كنت ما شايل جواز لزمني. مو لزمك دكتور، عفو. طبعا المشاهدين الكرام تحملونه. يعني لا خلي يعني خلي التصوير يعني
ماشي خلي يشوفون. يمشي ايه خليه يمشي. خليه يشوفون استاذ. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وواحة المبدعين مع المبدع الدكتور رامز. استرسل استاذ. سرسل شنو؟ يعني كمل كلامك. اها، في ابداع ثاني مبتور واحد بتر، انا اقدر ازرع له رجل ثانيه مع الميت، بس يكون مو اكثر من 3 سنين ميت. 3 سنين ميت. يعني اذا قبلها شافوا لي موافقه من اهل الميت. من اهل الميت ازرع رجله للميت تزرعها للمكتوم رجل. زين اكو تجارب. يا يعني والرجل يعني الرجل هي ميته، يا شلون يتم يعني زرعها؟ حضر ستار. ها ستار سعد. ستار. انا دكتور مو تنكشي. دكتور على عيني وراسي. بس اكو شيء واقعي، احنا كل انسان عنده يعني فالشيء حتى لو يكون بسيط. يعني هاي الرجل اذا انبترت اكيد تموت. يعني انت شلون ترجع ارجع رجل مال واحد ميت. الانسان حي. هي ميته شلون ترجعها انت؟ هذا طبي، هذا انا اعرفه. ترجع رجل هيك يعني تتحرك ودم بعد سنتين تمشي ولونها طبيعي وهالسوالف. اول 9 اشهر لونه اسود، لونه اسود، ينبت اظافر. اظافر اول شيء تبدي. واحنا نظل ننتظر الاظافر، يلا عودوا رجل ميته بعدها. بعدين يصير ابيض برا الاظافر. طبعا. ورا ايش قد؟ 1 و3 اشهر. 1 و3 اشهر يبدي الاظافر يبدي رجل يتغير لونه. والاظافر؟ اظافر تقرضهم بعد شنو؟ والله ما ادري دكتور، حكيك مو مقنع بصراحه. مقنع يعني ما منطقي، كلامك مو منطقي. حبيب قلبي، انت شنو مخلص؟ انا مخلص بكالوريوس فنون جميله. هذا مستوى بروفيسور اكبر منك. يعني اذا انت غير تقنعني هسه اوكي انا ما مقتنع، صار انت مقتنع؟ ما اعرف. زين شفتوا شهادته، شفتوا شيء ما ادري شو. انت اكيد دكتور؟ اكيد حضرتك دكتور؟ يعني قدامك لابس ارتست راقصه؟ لا مو اي واحد لبس قاط يعني. بالضبط. لان كلامك يعني جدا مو مقنع. اوكي شلون يعني اروح واحد من قرايبك؟ بسم الله عليه، ليش يموت واحد من قرايبك؟ نعم. جرب واحد يموت من قرايبك. انت اشرح للمشاهد، خلي يشوفون هاي الكارثه الكبرى اللي انت تحكي بيها. كارثه اكيد. هذا يعني انت روحاني. وين روحاني؟ لا قصدي طبيب روحاني، طبيب اعشاب، ممكن هذول اكو كم يعني اكو انا مو طبيب شاب، انا عمري اعشاب. اعشاب شنو؟ طب اعشاب. ما اعرف شنو انت تقول. ما اعرف انت شنو تقول. اساتذه انتو استاذ ستار هسه حكايه تقدير. انتو تقدير بس لازم يشوفون. يقول لا ما متاكدين يعني، بس احنا حكوا عليه وهاي. دكتور احنا بالاستوديو يعني يصير تحترم وجودك هنا يعني حتى الناس قاعده الناس تعبانه. يقول احنا ما متاكدين. اني ناس اوكي ميت. شلون تخلي دخل تليفون بالاستوديو؟ معقوله؟ انت شفت ما صار ناسي موبايلك ببطن المريض؟ وشنو الموبايل صامت لا رن. ما معقوله نينوس. انت نينوس شارف شيء لو تنصب علي. طيح الله حظك وحظ السواق دكتور يا غبي. روح. شبيها ناسي له موبايل ببطن المريض. استغفر الله العظيم. ولا اخوان صدق كذب. انا اروح رخصتكم.
لا 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 ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح، استريح استريح استريح، قاعد قدامك ضيف محترم ألف من يتمنى يشوفه. الشرف. اذا انت ما تعرفه فهي مشكلتك يعني. انت ما تعرف استاذ ستار؟ لا اسف. زين ما تعرف كاظم الساهر؟ كاظم الساهر جابوه وين يعني؟ جابوه عمليه؟ امريكا لندن حفلات. حفلات. إيه طب تعرف انت كاظم الساهر؟ لو ما تعرفه شخصيا ما ملتقي به. انت مو عراقي العاد. ما ملتقي به شخصيا. انت عراقي؟ اكيد. اكو واحد ما يعرف كاظم الساهر؟ اعرفه، انا قلت اعرفه. يعرفه بس بعد ما تعرف من المطربين. شخصيا ما ملتقي به. بعد ما تعرف من المطربين يعني. اعرف المهندس. ماجد مهندس، نوجه له تحيه اكيد. تحيه. تعرف ماجد مهندس. وبعد ما تعرف يعني انت يعني انت تحب لون مميز، فهو من الالوان المميزه. برتقاله حلوه. برتقاله. هاي ما برتقاله. اوكي. حتى اعزائي المشاهدين حتى نكسر الجو، ومثل ما تعرفون احنا صار احتدام بيناتنا، احنا كنا نكسر الجو بطرب جميل بطرب راقي، حتى بلكي الدكتور يتذوق موسيقى ويرتاح ويسترخي. استاذ ستار طبعا احنا نطمع ونطمح بانه نسمع صوتك الجميل ومشاهدين هم يسمعون صوتك، فممكن تعطرنا باغنيه حلوه. كم عطاك وباتني وعليك هون رضيت، غالي لو بجيب اكثر وانك غشيت. كم عطاك وباتني وعليك هون رضيت، غالي لو بجيب اكثر وانك غشيت. لا تستحي خبرني بالله، قول غالي قليل ولا السعر معقول، يا خسارة أيامي معاك. كم عطاك وبعتني وعليك هون رضيت. الله 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 على صوتك. مقتنع بصوت الاستاذ؟ اكيد حلو. طبقات صوتيه اقتنعت؟ اكيد. تسمح لنا او تسمح لي اقول لك اني هسه اقتنعت جدا بصوت ستار سعد. اريد اقتنع باجاباتك بصراحه، ماني ما مقتنع بيك. يعني شنو ما يعني ما مقتنع. فنان ستار سعد مطرب غنى، هذا سلاح. انت تقول انا طبيب في سلاحي بالضبط، بالسيطره اخذوه. انه بيشيل مسدس يعني انت. الحمايه وياي. حمايه وياك حتى يحموك من النصب والاحتيال اللي تسويه على العالم. نصب شنو؟ لانه انا بصراحه استغليت وجود استاذ ستار سعد حتى يشوفوك المشاهدين اكثر مشاهده، يشوفوك من خلال استاذ ستار، لانه يعرفون اذا استاذ ستار بالحلقه راح يشوفوك، راح يشوفوه، وبالتالي راح يشوفوك الك، لان انت فد واحد نصاب وما تستحي وناصب على العالم. لا والف من اشتكى عليك، انت تضحك على العالم، فاتح لك عياده بالكراده وتضحك على العالم. سخيف. لا انت سخيف، انت سخيف وما تستحي. فهمت ولا؟ احترم نفسك وتعال قدام فضحك. امن جيبوه. فد واحد نصاب بالكراده برخيته قاعد يضحك على العالم. آلاف الدولارات ياخذ من عانك. ما تعطيني بليز. طيب برنامج هذا يا اخي، برنامج. صيح علي. تعال انت دكتور تفضل كمل برنامج. جيبوه علي. تفضل برنامج. شنو هذا؟ من فضلك تفضل دكتور. انت ليه هيك؟ لا خليه يحكي قدام العالم، خليه يفضح قدام اقعد. العالم. مستعد. اكو اتهام. اذا جبت احد مرضاي متحدي انت. خلاص اقعد، راح اصورك قدام الكاميرات. صور. شو اقعد. شنو هاي السوقيه هاي عندك؟ استريح تفضل. اخي انا ما متكلم معك رجعا. استأصل وقوس ورجع الميت وفالوله بوجهك. يا اخي شيل هاي الفالوله اللي بوجهك. احترم نفسك. استأصل وقوس هاي. احترم نفسك انت. انا محترم نفسي، انت بس اخلي الناس محترمه. احكي موضوع مقنع للعالم بدون انه ما تعال ابني. منو هذا؟ سلامة الله. استاذ علي شلون صح؟ شرفتنا. شلونك حبيبي؟ استاذ علي شلونك بعد؟ حتى ما يشرفنا اسلم عليه هيك شيء. شلونك استاذ؟ ما يشرف. تفضل. آلاف من مؤلفه جو اشتكوا عليك. استريح لا شنو الشكوى؟ يلا اقعد حتى تصور. قوم. لا
يلا استريح. شلونك استاذ؟ هلا. هاي قبل 4 ايام من جيت بباب العراقيه وشفت اوكي كان عندك اوكي وقلت لك والتقينا بالسيد من شكيت لك على هنا الاخ اللي قال لي انا على اساس دكتور. انا جايب بفضحه بس استغليت وجودك على اساس هو بعدين نسوي لقاء خاص بيننا وبينك ونستمتع. يصورون هسه يصورون. هسه راح نرجع للجو، نرجع للجو شباب، نرجع تجي للجو. تقيم؟ ما نرجع للجو؟ ما قيم. أوكي. خلينا واقف. العفو استاذ. من حاجيتك وقلت لك احنا قوة مدبرين العيشه، بس والدي اللي كان راعينا بالبيت ولقمتنا عليه والحمد لله كنا عايشين. طلع اكله لفه فلافل ما بيها شيء، اكله لفه شوي نسم راح لعيادته اللي مسوي روحه عياده زين يلم له كم فلس وراح هناك ما ادري وين الياده ولا ما ادري وين هناك ويرجع له نصاب 56 زين من ضربه ابره وشل ابوي. ليش شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا هسه احنا؟ بس كل شيء ما اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل والله لا يوفقك ان شاء الله. انا ما شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل عليك. زين سخيف. ليش تضربه؟ داخل عندك ايش تضربه؟ ليش تضرب؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك. تعال كم الخبيث كم الخبيث. انت كنت بنقله برنامج لا لا ستار، انت كنت ضيف ويانا ببرنامج طحت فيه وانا ما اقدر ارجع لك السكسوكه والشعر. ستار شو تحب تقول لجمهورك من خلال برنامج طحت بيها والعراقيه الفضائيه؟ والله هذه لا تفضل احكي. يعني مش شلون ما اعرف. يعني اشكر قناه العراقيه على هالبرنامج الحلو، ويا ربي يحفظ العراق والعراقيين. آمين. ورمضان كريم عليكم. واكيد انت تستفز غيره العراقي، بس غيره العراقي هو هذا يكون وين ما تروح ما تلقى مثل هذا هدف البرنامج. احنا طبعا تحياتنا لكل مبدعينا الاطباء ومبدعينا بكل مجالات الحياه. احنا اكثر من كاركتر عندنا، لكن احنا نريد نشوف المشاهدين غيرة العراقي على العراق الآخر اللي ما يستقبل أي كلام يسيء لسمعة العراق. جمهورنا العزيز، حلقة مميزة مع نجم سطع اسمه عربيا وحاز على لقب عربي، هو ذا فويس، النجم ستار سعد. أنا طبعا عرف بس أقول ستار العراقي. هو عراقي. انتظرونا حلقة مميزة أخرى من برنامج طحت بها من العراقية الفضائية. شكرا جزيلا. إذا ما ماضي عليه 6 ساعات أعيد الحياة. عبالي فلت. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عليك. يا عود اقول ابوي احنا عيشتنا عليه زين وانا قوه من شافته كان كشمشه مال دورمه دقت لا ما تقدر اخوي علي على شنو؟ دكتور احنا مشتغلين سوا يعني. جيبك جيبك